بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين تالتة شمال في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. على صخرك حافر بطولاتك يا كيان يا عظيم، طول عمرك قاعد على عرشك من قدك مين، ولا يقدر شيء انه يهزك كلنا عارفين، وكفايه نقول يلا يا اهلي واحنا واثقين. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أحمد سليمان المرشح لعضوية نادي الزمالك، لا مكان لإمام عاشور في الزمالك مرة أخرى. وبس في البداية كده أنا عايز أعرف، هي الناس دي بتفطر إيه على الصبح؟ الناس دي بتقوم تفطر بانجو على الصبح؟ هو على سن امام عاشور مقطع نفسه ومبهدل نفسه ولا والنبي لا لازم اروح الزمالك ورجعوني الزمالك؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ امام مش هيجي الزمالك، ده ما صدق خلص منكم. والله امام عاشور ما صدق خلص منكم. ولو انتوا مش مقتنعين او مش مصدقين، هاتوا الفيديو بتاعه لما كان مع مرتضى منصور وهو بيقول له الناس خايفه لا تطلع من هنا تروح على النادي المنافس. قال له لا طبعا يا سياده المستشار، ده بيتي وانا عمري ما اعرفش ايه، وانا مش هرجع غير لبيتي، والكلام ده كله كان شغل تمثيليه عشان يهرب منكم. ده كان شغل تمثيليه من امام عاشور، من ميمو، عشان يهرب منكم. الاهلي فاز على انبي 3 أهداف مقابل لا شيء. اول هدف من ضربة جزاء عن طريق اليو ديانج، اللي نفذ ضربة الجزاء علي معلول. تاني هدف كان من أنتوني موديست. الهدف الثالث من النجم العالمي اللي هو إمام عاشور. بمناسبة إمام عاشور، على دونجا اللي بتاع الزمالك اللي بيقول لك على امام عاشور، لا امام عاشور ايه والكلام اللي طلع بيقول لك مثله الاعلى شيكابالا مين؟ الراجل طلع بنفسه رد قال لك انا مثل الاعلى ابو تريكه، وعشان يقطع لسان اي حد احتفل احتفاليه ابو تريكه بعد ما جاب الهدف. امام احتفل احتفاليه ابو تريكه بعد ما جاب الهدف، وطلع قالها كده بالفم المليان، انا مثلي الاعلى محمد ابو تريكه. ومش هو بس، ده محمد ابو تريكه ده المثل الاعلى لاي لاعب في مصر وفي قاره افريقيا. شيكابالا ايه اللي انتوا طالعين بيه السما ده؟ تاريخه ايه شيكابالا؟ شيكابالا في تاريخه كله مع الزمالك ما جابش الا 4 أهداف في الاهلي. بتاريخه كله مع الزمالك ما جابش غير 4 أهداف في الاهلي. ده تاريخ شيكابالا الاسطوره بتاعكم. احنا عندنا محمد شريف اللي ما كانش عاجبنا ومشيناه في 4 ماتشات جاب 4 أهداف. ايه يا جدعان؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا بتصدقوا نفسكم؟ لا مكان لامام عاشور. ماشي يا عم سليمان، امام بيعيط وعايز يرجع. النبي احنا ضاحكين على الواد عندنا في النادي ومثبتينه كده وحاطين له البزازه في بقه. دي السهايه، اصل هو مش عارف ينام. هي الناس دي بجد؟ والله بجد الناس دي بجد ولا جرافيك؟ ولا الناس دي مصدقه نفسهم؟ ولا الناس دول ماشيين يعني على اساس ان هم الجماهير اللي بتشجع الزمالك دي لا تفقه شيء، فاللي هو بقى ايه اي كلام كده في اي حوار في اي كلام والناس هتصدق، هنضحك عليهم باي كلام وخلاص. شوف بقى يا سيدي، هاني حتحوته ودي صفحه نادي الزمالك، وسوريو وافق على التعاقد مع محمد عبد المنعم، وبدأ المفاوضات مع اللاعب ووكيله، واللاعب يبدي رغبته للعب للزمالك، خصوصا أن الزمالك يمتلك فرصة قوية للفوز ببطولة الكونفدرالية. فرصة قوية للفوز بالكونفدرالية، ده مطلع أغنية. والله. وإيه أخبار أرتا سولر اللي انتوا كسبتوها في الماتش اللي فات ده بهدف تسلل؟
هدف تسلل. فانتوا عندكم فرصه قويه خلاص. ما انتوا فعلا بالنسبه لكم عشان تكسبوا ارتا سولار على ارضكم هنا بهدف تسلل لازم يبقى عندكم الفرصه قويه ان انتوا تكسبوا. ما هو ده كان حلم بالنسبه لكم ان انتوا تكسبوا ارتا سولار، اللي هو بالمناسبه ارتا سولار ده اللي عمره في حياته ما وصل دور المجموعات، وكان هيعلم عليكم على قلب ارضكم. شفتوا ازاي بقى؟ ارتا سولار عمره في حياته ما وصل دور المجموعات، وكان هيوصل على حساب مين؟ كان هيدوس على وشكم ويعدي. هيروح دايس على وشكم كده ومعدي، يبقى ساعة ما يوصل لدور المجموعات وصل على قفا الزمالك. ده بالنسبة لحتحوت وصفحة نادي الزمالك. لا، هو الجديد بقى اللي محدش يعرفه ان في عرض رسمي فهمي نظمي جاي لمحمد عبد المنعم من بايرن ميونخ، من نادي بايرن ميونخ. انتوا مين عشان يحلم ان هو يروح الزمالك؟ وانتوا مجانين يا جدعان. الناس دي بتتكلم ازاي؟ احنا نحمد ربنا، والله احنا بنحمد ربنا على نعمة الاهلي. احنا بنحمد ربنا على نعمة الاهلي. ما عندناش واحد اهلاوي في مشجعين الاهلي مهما كان منين ولا اسمه ايه ولا مكانه فين ولا سنه قد ايه، ما عندناش واحد بيتكلم بالطريقه بتاعتكم دي. لو جبنا اصغر طفل اهلاوي والله ما هيصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه. انا ما اعرفش انتوا الجماهير بتاعتكم بتصدقكم ازاي. خش عليا بقى، خش عليا بالكائن الغريب العجيب ده. لا يوجد لاعب في الاهلي، لا يوجد لاعب من الاهلي في الوقت الحالي يستحق الانضمام للزمالك. ابراهيم عبد الله عضو اللجنه التنفيذيه لنادي الزمالك. يعني هي جت عليك يا هيما؟ خش يا راجل، خش هتجيبك، خش والله هتجيبك. انتوا بتهزروا يا جدعان؟ لا بس هو الراجل ده بيتكلم صح، انا متفق معاه. يعني مفيش لاعب من لعيبه الاهلي يستحق الانضمام للزمالك. والله فعلا كلامه صح، انا بحييه على الكلام اللي هو بيقوله. مفيش لاعب يستحق ينضم لنادي الزمالك، اصله هيروح خرابه، والله هيروح خرابه. شفتوا انتوا الفيلم بتاع اسمه ايه؟ جميل خرابه يا تهاني. اهو ده، هو كده رايح لجميل خرابه. في لاعب من الزمالك هيروح لجميل خرابه؟ الله وكيل، احنا مش عارفين من غيركم هنروح فين. والله بجد، والله انا بحلف بالله لولا الزمالك في الدوري المصري ما هنلاقي حاجه نتكلم عليها. تصدقوا؟ والله لو الزمالك مش موجود في الدوري المصري ما هنلاقي اي حاجه نتكلم عليها. لان الزمالك ده نكته، ده نكته والله. الزمالك ده الترند بتاع كل جيل، اللي هو بص، لا انا مش هاخد بطولات، لا انا ماليش في الانجازات، لا انا ماليش في الخد وهات، لا هاتوا شويه حلويات. الكلام ده كله مش بتاعه. هو اضرب بالونه كده في الهواء، اعمل ضجه، اي كلام في اي حوار وناس كتير هتصدق. انجازاتكم في كلامكم بس. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وما تنسوناش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.